وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة السلام الفضائية. وفي هذه الحلقة الجديدة نتناول نماذج من الشعر العربي في شرق أفريقيا. وتحدثنا في الحلقة السابقة عن مكانة اللغة العربية أو الأدب العربي في شرق أفريقيا، واليوم نتناول نماذج من الشعر العربي في شرق أفريقيا، وهذا نقلا من رسالة الدكتوراه بالشعر العربي في شرق أفريقيا، تنزانيا وكينيا. قصيدة عمر بن أحمد بن أبي بكر بن صميط أرسلها من زنجبار إلى أخيه زين بن حسن بالفقيه ردا على قصيدة سبقت من زين. أرسل له قصيدة ورد عليه هذا أخوه عمر بهذه القصيدة. ويقول الشاعر وهو من بحر الرجس: لو تطلبون الروح لا أستمهل، وقلوبكم مني على تفضلي، وإذا فردنا البخل في رد الجواب، فذا على التقصير منا يحمل. لكن ودك في العروق وفي العظام جرى، وبين مفاصلي يتخلل، ما لاح لي مذ غبت معنى رائق، إلا وشخصك لي به يتمثل، ولذلك قلبي ليس يشكو غربة عمن له وسط السوداء منزلي. هكذا يقول هذا الشاعر، هو شاعر عربي من سلطنة عمان، ويرد على أخيه بهذه الكلمات الجميلات. وأما قصيدة لعبد الله بن أحمد الهدار بمومباسا بمناسبة افتتاح مشروع حفر البير، يعني هذا يسمى بشعر الاجتماعيات أو الإخوانيات، التي سبقت كانت يسمى بقرد الإخوانيات. وأما هذه بالمناسبات، مناسبة حفر بئر قال فيها الشعر بالبحر الطويل: إلى الأريحي الفذ نرفع شكرانا، وتقديرنا الأسمى كهولا وشبانا، ليعرب عن آيات إخلاصنا له، ويسفر عن صدق الولا حيث أولانا. أبا بكر الندب الوفي أخا الندى، ونجل حسين زادك الله إحسانا. أبا بكر الشهم الغيور لقد غدا، بنو الحي مسرورين والسوح جزلانا، وقد أصبحوا مستبشرين بذاك الصنيع الذي باها به الربع وازدانا. هكذا يقول هذا الشاعر في للذي حفر هذا البئر في منطقة مومباسا. وأما قصيدة يحيى بن خلفان ابن أبي نبهان الخراسي يمدح محمد بن جمعة، هذا من باب قرد المدح من فنون الشعر المدح. يقول في الرجز في بحر الرجس: يا صاحبي عودوا إلى كشكاش، هذه مدينة، وتحمل أسنى السلام الفاشي، مني على الشهم الزكي محمد، وأبيه جمعة ربيط الجاشي. الموقد النيران في أعلامه، جنح الدجى كي يهتدي الغاش، من نسبتي طابت فخارا واعتلت، الفرع ذاك من أولاك ناشي، الفرع ذاك من أولئك ناشي، الرائشين جناح من قد خصه ريب الزمان المعتدي البطاش. هكذا على الوزن والقافية على الوزن العربي الجاهلي يقول هذا الشعر في مدح. وأما قصيدة سعيد بن عبد الله بن سعيد بن سالم البيض في رثاء فقيد باسم أحمد
مشهور بن طه الحداد يقول، وهذا الرثاء يرثي هذا الشخص، هو فن من فنون الشعر العربي. يقول في الرجس: رباه سبرنا فقد فضح الورع، بالرزء جل قد أعال تسبره. رباه سبرنا متى ما استرجع المسترجعون لكل ما قد قدر. رباه سبرنا أوان استأثرت أيدي المنون بدرة القوم السرى، فأغدت الركن الركين فولولت منه النفوس وأولهت مما جرى. يا أيها الموت الزؤوم فجعتها بأمض ما ترزي به بما عرى. هكذا يقول الشاعر. وأما قصيدة جعفر ابن محمد بن الشريف سعيد ابن عبد الله البيد في رثاء أحمد مشهور، أيضا من فن الشعر العربي، فن الرثاء. يقول في بحر الرجس: الموت حق لا مرد لأمره، نرضى به في حلوه ومره. الموت يأتي بغتة في حينه، يسطو على كل الأنام بقهره. لكنه اغتال الإمام حبيبنا الحداد، وهو وحيدنا في دهره. كنا نلوذ به لأمر داهم، فيكون كاشفه وجابرك سره. يا ليتنا متنا وعاش فقيدنا، عظم المسيب ولا تسل عن خبره. طبعا هنا في كما يقال هو الاستغاثة بالموتى، وهو لا يجوز. فهنا يقول نلوذ به بأمر داهم، فهنا لا يجوز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. وأما قصيدة الشاعر الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الزيلعي في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بحر الوافر: أيا إخواننا أهل الرشاد، تغنوا بالصلاة على المراد، وقولوا بالتودد واعتضاد، صلاة الله ما ناح المنادي. على خير الورى هادي العباد، أكلف بالثنى نفسي لأتقى جميع الناس، بل أعلى وأنقى، وأفضلهم بمدحه نيل ما رقى. يطيب القلب والأفواه حقا، بذكر محمد عين المراد. هذا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وقصيدة بعنوان مرقاة الوصول لعبد الرحمن بن عبد الله الشاشي في مدح المصطفى: إن دهاك الهم أو خطب جرى، قم ولز بالمصطفى خير الورى. وبنظم الصلح تلقى القرى، وسل يا رب على عالي ذرة. على خير من قام سعى فوق الثرى، وتباهى به ثور وحرى، يعني جبل الثور وقار حراء. ناداه في كل أمر عصر، يا حبيب الله يا خير الورى. يا رفيع القدر أسمى من سرى، الإسراء والمعراج. فقصيدة رثائية أيضا لأحمد المشهور بن طه الحداد، يرثي حسن بن إسماعيل بن علي الحامد في من بحر الكامل: جودي على الحسن بن إسماعيل، يا عين بالدمع السخين وسيلي. وابكي على خلف الخلائف من بني فخر الوجود وجهور الإكليل. جودي حزنا على نجم الهداية في رباه، عينات آذان فجأة بأفول. لله من نبأ فزعت له إلى الريب الظنون، وغمرة التخبيل. ما لاقنا شبح الخطوب هنيهة،
فرمى برزء في البلاد جليل. فهذه القصائد التي قيلت في منطقة شرق إفريقيا خاصة في بلاد تنزانيا أو من منطقة زنجبار. وأما أشهر شعراء شرق إفريقيا خاصة التي جاءت في هذه الرسالة وهو قصد ممن كانوا في هاتين الدولتين كينيا وتنزانيا، بل هنالك شعراء في شرق إفريقيا عامة، ولكن دراسته كانت مخصوصة في دولتين بعينهما هما تنزانيا وكينيا. وشعراء شرق إفريقيا كثيرون نسبيا، توزعوا على الأراضي الساحلية لكل من كينيا وتنزانيا وجزرهما ومدنهما، وانقسموا بين السكان الأصليين الأفارقة والمستوطنين والزوار من العرب خاصة من عمان وحضرموت. فمن أشهرهم محي الدين ابن شيخ ابن علي شيخ ابن عبد الله الختمي من مواليد براوة بمقديشو، عاش في لامو بكينيا وزنجبار بتنزانيا، هو من الصومال. الشيخ علي بن خميس بن سالم البرواني ولد في زنجبار وتوفى فيها. ناصر بن سالم بن عديم بن صالح بن محمد بن عبد الله بن محمد البهلاني الرواحي العماني المكنى أبو مسلم ولد في عمان وله ديوان كبير، وعاش في زنجبار وتوفى بها عام 1918، وهو مؤلف النفس الرحماني. عمر بن أحمد بن أبي بكر بن صميط ولد في جزر القمر وعاش في زنجبار بتنزانيا وتوفي فيها. أبو محمد برهان بن محمد مكلا القمري نسبة لجزر القمر، ولد في جزر القمر وعاش في زنجبار وتوفى بها، وهو مؤلف نفحة الورد في منهج البردة. حسن أحمد بدوي من مواليد لامو بكينيا، وهو مؤلف فوح الوردة في نهج البردة. عبد القادر بن عبد الرحمن بن عمر الجنيد ولد في عمان وعاش بين عمان وأوغندا وتنزانيا وتوفي في تنزانيا، وهو صاحب مؤلف العقود الجاهزة والوعود الناجزة. هادي بن أحمد الهدار لم يذكر تاريخ له، وكذلك عبد الرحمن بن حامد وصالح بن علي الحامد. أحمد المشهور بن طه الحداد من مواليد حضرموت وعاش في أماكن مختلفة منها حضرموت وأندونيسيا وكمبالا عاصمة أوغندا ومومباسا بكينيا. وجاء الشاعر برهان المكلا مثنيا على حكومة سلطان بزنجبار لقيامها بمشاريع مهمة نافعة للوطن في سنة 1349 هجرية. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الأعزاء. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم بعد فاصل قصير، ونواصل ما انقطع من الحديث عن نماذج من الشعر العربي في شرق إفريقيا وخاصة في دولتي تنزانيا ويوغندا. وهذا الشاعر برهان المكلا يثني على حكومة السلطان بزنجبار لقيامها بمشاريع مهمة نافعة للوطن. يقول: ظهرت مشاريع الحكومة للورى في زنجبار وكلها خير جرى، ويحق للإطراء فيها مادحا حتى ينال المدح منها مظهرا،
لكن أرى الإطراء فيها مجحفا بحقوق مشروع جديد إن طرى، لا سيما إن جاد نفعا أو احتضى برضا الجميع فحقه أن يذكر. هو مثل تعبيد الشوارع عدة لمنافع المدن الكبيرة والقرى، ولذا حكومة سيدي مدت لنا تلك الشوارع في الجزيرة أسطرة، واليوم تفتح في مكنودش الهنا بالفرح شارعها ليغدو أشهره. هذه منطقة مكدونش، منطقة هي موجودة في زنجبار. هذه قصيدة مناسبة بافتتاح هذا الشارع الكبير وترميم هذه المنطقة. يقول: ظهرت مشاريع الحكومة للورى في زنجبار وكلها خير جرى، ويحق للإطراء فيها مادحا حتى ينال المدح منها مظهرة. هكذا يقولون الشعر بهذه اللغة السليقة الجميلة. كما ألف الشاعر نفسه قصيدة في الدعاء لملك زنجبار وللأمة القمرية التي ينتمي إليها أصالة، فيقول في بحر البسيط: يا ربنا هب أمتنا خير مزية، والحفظ من السوء ومن كل بلية، والعلم والاتحاد الموروث مجدا من فضلك يا من تعالى بالأزلية. هبنا بجاه المصطفى منك رجونا منه الهدى في الدين، وذا خير عطية. إنا على توحيد رب الخلق وجدنا، ندعوه ختاما سعيدا بالأحذية. فالنافع الضار هو الله تعالى، والحافظ للعبد فنعماه جلية. فليبق مليك البلاد الندب معافا من أحرز فضلا فغدا سجية. والسعد لدنيا ثوى مذ جاء إلينا، فلنهتف به الفرح لتحيا القمرية أو القمرية. هكذا يقول في هذه القصيدة، بينما هو يستغيث بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه فيه من البدع والشركيات، لأن هذه المنطقة خاصة إفريقيا كانت تعج بالمفاهيم الشركية وغير التوحيدية. وفي عام 1406 الموافق 1987 قام رئيس إيران علي الخمائني بزيارة تنزانيا، وهو شيعي رافضي. زار هذه المنطقة، وكان السيد عبد القادر بن الرحمن يعيش في تنزانيا، فقال قصيدة في هذا الشخص الخميني، والذي يعني كل الناس كانوا مغشوشين فيه للأسف الشديد، بأنه نادى بالإسلام وبالدولة الإسلامية في إيران، ولكنه رافضي شيعي حاقد على الصحابة والإسلام. ويقول هذا الشاعر، ونحن نأخذ هذا الشعر باعتبار أنه شعر قيل في هذه المنطقة، ورغم أنه ما يقصد به هو شخص ذاك الرجل الملعون، لكن نحن هدفنا أن نثبت أن في هذه المناطق شعر عربي فصيح. فيقول: يا أيها البطل الذي بقدومه رفعت يد البشرى لنا رايات، لله مقدمك الكريم فمرحبا بك يا أبا الأشبال في غاباته، دار السلام تجر ذيل فخارها بقدومك شوقا إلى ساداتها، وبكم غدت تنزانيا تختال، مذ وافيت ضيفا نازلا ساحاتها، فانزل قرير العين في بلد تكن لك الولا نرجوك في حاجاتها. هذا شعر المدح في مناسبة قدوم هذا الشخص. أما أبو مسلم البهلاني بوضع قصيدة في رثاء، قام بوضع قصيدة في رثاء وتأبين سلطان قتل، فقال في مطلعها الطويل، هذا برضو رثاء:
قد اهتزت الأكوان وارتعد الملأ لقتل إمام قام لله فيصلا على سيرة الفاروق عدلا وحكمة يسير بها لله ليس لما خلا إمام حباه الله نصرا مؤزرا ولم يتخذ شيئا سوى الله موئلا وقام بقسط الله في أهل أرضه بخارقة من أمره تعجز الملا على سنة زاهمة مش مخرة لإظهار حكم الله حتى تهلله. نعم. وإلى غير ذلك من مظاهر التأثر بالعامل السياسي، وهو ما يسمى في فن جديد في العصر الحديث سمي بالشعر السياسي. وكذلك يقول وكذلك قالوا في ذكر الإسراء والمعراج قالوا شعرا، وهذه هي مناسبات دينية، إن الإسراء والمعراج من أهم الحوادث في الإسلام التي عانى بها كتاب السيرة وشعراء المدائح النبوية، خاصة من رزق سحر البيان منهم، ولذلك انتشر الحديث عنه على ألسن شعراء شرق إفريقيا نهجا لمنهج إخوانهم الشعراء المسلمين في مشارق الأرض ومقاربها. فهذا برهان مكلل قمري يسجلون بعضا من حوادث تلك الرحلة النبوية السماوية العزيزة. فيقول في بحر البسيط: أسراه من مكة الأسنى بيقظته ليلا إلى المسجد الأقصى لدى الحرم، هناك سلى إمام الأنبياء وهم من خلفه من قيام في صلاته، كذا ورقاه مولاه القدير إلى 7 شداد، وهذا منتهى الشمم. ذهب إلى 7 الشداد أي 7 سماوات، أعرج به إلى 7 سماوات، وهي الإسراء والمعراج، إلى أن قال: وهذه الصلوات الخمس قد فردت في هذه الليلة الموفورة النعم، وعاد فيها إلى أم القرى وبها من نام لكن عين الحق لم تنم. نعم، فردت الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج، وعاد في ليلته صلى الله عليه وسلم والناس في نيام، حتى أن قريش استعجبوا واستنكروا هذا الحدث أن يكون في ليلة واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هكذا. ومنها كذلك ذكر شعراء شرق إفريقيا هجرته النبوية، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وهي من الحوادث النبوية الزائعة الصيت، والتي رددتها ألسنة الحال والمقال شعرا ونثرا، مثل أول ظهورها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حادث هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى مدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم تهدأ قرائح شعراء شرق إفريقيا إلا حين وفوا الحديث عنهم، وخاصة الطرق الصوفية اعتنت بالمدح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة دينية كما يرثي. وكذلك نرجع الآن إلى كما يرثي الشاعر عبد القادر بن عبد الرحمن بن عمير الجنيد المرحوم، فيقول في بحر الطويل، هذا برضو رثاء، رجعنا إلى الرثاء، وهو ذكر محاسن الإنسان بعد موته: مصاب به الإسلام دكت روحه، وأظلم أفق العلم منه وسوحه، مصاب له في كل جانحة أسى، وكل فؤاد منه نزت جروحه، دحى الله هذا الدهر دهر مخادع، له كل يوم حادث يستبيحه، رمانا بسهم في الصميم فأظلم الوجود، وذاق من بلاده فسيحة، قد اختطفت أيدي المنون إمامنا
ومن وصفه من كل وصف مليحة إمام له في حضرة القرب رتبة وقطب من الأقطاب يحلو مديحة. يعني برضه يقصد هنالك أقطاب، وهذا هذا من الشركيات ومن الخزعبلات من الطرق الصوفية التي شطت في هذا الأمر. نلمس في هذا الشعر كذلك وفرة التهاني في شعر المناسبات كافتتاح مدارس ومساجد وعودة الحجاج من الحج وظفر بعض الناس بمناسب. هذا ما يسمى كما قلنا فن من فنون المناسبات، كان في العصور بعد العصر الجاهلي. إلى لقاء آخر في حلقة جديدة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني.